بوجه سؤالي للفنان العظيم الأستاذ عزت العلايلي كزميلة فنانة ومعجبة بفنان عظيم أنا بعتبره فنان عالمي أو شرط حسن العرب. بسأله الأستاذ عزت بوصفك فنان كبير وقدمت أعمال فنية رائعة، ما رأيك ببعض الأفلام لا ترقى لمستواك اللي للأسف قدمت أو عملت في بعض منها، وهذا مش نقد إنما همسة عتاب أو لوم لفنان وأجله جدا يعني ليه كأمثال فيلم الإنس والجن؟ ما رأيك؟ أنا شخصيا معاك في الحكاية دي، وما فيش أي عذر يعني أنا لن أتلمس العذر لنفسي أبدا يعني. إنما في حاجة واحدة بس أنا هقولها هسوقها يعني. أنا بعض الأعمال اللي أنا مش راضي عنها يعني. الأعمال دي نفذت من خلال بعض الشباب خريجين معهد السينما، خريجين أكاديمية. ويعني كانوا دايما يقولوا لي يعني أنت الناس وقفت جنبك وأنت صغير ومش عارف مين وقف جنبك، يعني أنت تقف جنبنا، طب يا إخوانا لازم تعملوا كذا. طب المفهوم أن لغة السينما والإنتاج الأخير للسينما والصورة الأخيرة للسينما مش الممثل بس اللي بيتحكم فيها، ولا المخرج بس اللي بيتحكم فيه، ولا مدير التصوير بس اللي بيتحكم فيه، لا ده كل دول مجتمعين مع بعض. إنما كل عمل له قيادة، أي مكانة لها قيادة وأي مشروع له قيادة. فأما نيجي بقى نشوف القيادة ونشوف النهاية بتاعت هذه الأعمال وإزاي تركبت، لأن في منتير بيتحكم في هذا العمل، في مفهوم بقى عند المخرج، وفي زوايا معينة بيقول لمدير التصوير اعمل كذا وحط لي الكاميرا كذا وتبادل الرأي بين مدير التصوير وبين المخرج وبين الممثل وبين المؤديين وبين مهندس الديكور. كل العوامل دي كلها تتدخل في العمل حتى تظهره في الصورة النهائية. التيم وورك ده كله، كل واحد يدي الكرة للتاني لغاية واحد يحط الجون في الآخر عشان الفرقة تنتصر. للأسف الشديد بعض هذه الأفلام أنا جاملت فيها وما كان يجب أن أجامل فيها، وأنا بعتذر بصراحة.